قلت المغاربة مرحبا بكم بالأغبياء فقط قد نخسر كأس إفريقيا بعد أن أنصفتنا الكاف. بالأغبياء كاين بعض الأغبياء اللي كيتوجدوا اللي معانا وسط البلاد نقدروا بسببهم نخسروا كأس إفريقيا كما خسرنا التنمية بحال شي أغبياء آخرين بحالهم. شوفوا هذا واحد من بين الأغبياء، أغبياء كنقول هنا بحس وطني ماشي بخلفية. هذا واحد السيد ما غاديش نسميه، كتعرفوه كيضل راه عايش في الفيسبوك كيدير صوايع إضافية في الفيسبوك. شوف اش كاتبة المغاربة، شوف: أستطيع أن أفعل أي شيء بالكاف والكاس سنعيده من معبر هرمز. شد ترامب وداروا في الوجه ديال القجع وكيصور لنا القجع بالبلطجة ديال ترامب. أستطيع أن أفعل أي شيء بالكاف والكاس سنعيده من معبر هرمز. شتي فيصل دراجي ما يكتبش هاد التدوينة ضد المغرب، هذه تدوينة عدوة للمغرب. هذا إنسان أنا أتألم أن الجامعة المغربية فيها هاد السيد، أتألم باش تعرفوا راه الجامعة تصور الجامعة، تصور كان عندك الجامعة فيها هذا العقم كيفاش غتنتج التنمية. شوفوا الجملة شحال خطيرة على المغرب: أستطيع أن أفعل أي شيء بالكاف، نقدر ندير أي حاجة بالكاف. تصوروا أن النظام الجزائري كيعيش بهذه السردية. النظام الجزائري والمخابرات ديالو في إطار الصراع مع المغرب كيحاولوا يصوروا جميع المنجزات ديال المغرب الكرويه سواء المنتخبات او الانديه، السبب ديالها هو النفوذ ديال القجع. والقجع عنده فلوس وعنده صندوق اسود، وهاد الفلوس ديال القجع بها كيشري الحكام وكيشري المباريات وكيشري اللجان وكيشري كل شيء. هكذا تريد الجزائر، مش حنا كنقولوا هذا الشيء. تصور كيجي من المغرب استاذ جامعي دكتور، ويا حسره ويا حسره شكون عطاه هاد الدكتوره وكيفاش مرت هاد الدكتوره. تصور هذا الدكتور كيكتب جمله بحال هكا وكيفرع بلاده. تصور هدية ذهبية للنظام الجزائري. شوفوا على غباء، شوفوا على غباء. ما معنى هذه الفكرة؟ أستطيع أن أفعل أي شيء بالكاف، ما كاينش القانون. دابا السؤال الجوهري: هاد الكاف اللي حكمت لفائدة المغرب واش حكمت لنا بالقانون ولا بالقجع؟ دابا حنا علاش ربحنا؟ واش ربحنا بالقانون ولا حنا بالقجع؟ اسمحوا لي نستعمل هذا المصطلح شويه عنيف، ولكن انا في واحد اللحظه تغاضب. العباده عندنا البشر، العباده كيصوروا القجع. القجع حنا نحترمه، له اسهامات، له ما له وعليه ما عليه، ولكن واش نطلعوا القجع على المستوى نبقاو نعبدوا؟ الثقافه ديال الثقافه باش تعرفوا جد متدنيه. ومصاكو كتخدم مصالح المغرب كنهلكوا المغرب. شحال من قاضي كيتاثر بالتصريحات وبالكتابات، شحال من قاضي يحكم لك عضد انت كتقول هكا هو كيجيك هكا واخا عارف القانون بعض المرات. شنو هذا القجع زعما كيحكم فيكم؟ يحكم فيا حتى انا. شحال من واحد كيقدر القاضي يتاثر على وقفه قدام المحكمه، مالكم عاد ديروا وقف عليه ضغطوا عليا، كيبقى يقلب هو القاضي على التخريجه باش ما تضغطش ولا شي تصريح. شو فيه فهمات بزاف هاد الخينات. شحال من قاضي كيدخل معك عام مشكل نفسي مع المتهم ومع المحامي. كاين بعض المره غير مرافعه المحامي الا غير منها القاضي يقدر يخرج عليك. محامي داير مرافعه واعره، هذاك القاضي غير منه. تصور كيبقى يقلب على النص باش يظلمك. شنو سحبكم القضاء؟ راه بشر. حتى القضاء في اوروبا كاع صحيح هو جد متقدم علينا القضاء ديال سويسرا ولا ديال كذا، ولكن كيبقى بنادم هذاك القاضي حتى هو كيشوف فيسبوك. دابا تصور القاضي الا شافك بحال هكا تصور الا شاف شي دكتور نديرو طاح فيه هذا في تدوينته هذا. يلا واش هذه الجمله يقول بها بنادم استطيع ان افعل باي شيء بالكاف؟ ياك اذا مش اذا حنا ما ربحناش بالقانون، ربحنا بالقجع. واخا هذا القجع دابا السؤال الاول: واش ما عمر الكاف ما غيرت شي قرار؟ الميدان قال كلامه وقال كلام. الرأس الأخضر ما لعبتش مع تونس، وتونس ما طعنتش لأنها لعبت واحد اللاعب غير مؤهل، وما ربحتش تونس من بعد ما الميدان ما ربحش طعن الكاف. واخا نيجيريا والجزائر ما كانش الميدان قالوا نيجيريا هي اللي ربحت، ومشات الجزائر دارت الطعن في الكاف ما بدلتش النتيجة الكاف. ترجي مع الوداد، الفار من يرفضوا يكملوا الوداد شنو دار القجع بالسلام؟ من بعد ما بقاش الكاس عند الترجي، فين هو نفوذه؟ عدد طوغو مع كذا. شحال من مره الكاف تيبدل القرار؟ ماشي اول مره، جوج. ما خسرناش حنا الكاس، ما خسرناش القرار الابتدائي في الجوله الابتدائيه. شكون اللي حكم؟ اللي فايتنا ولا السنغال؟ السنغال اللي ربحتنا، السنغال اللي ربحتنا في الاول. وفين هو النفوذ ديال القجع ديك السيك ابتدائيا؟ علاش ما ربحناش؟ لانه كان رئيس ديال اللجنه السنغالي. 3 علاش ما طعنتش السنغال في
في القرار الابتدائي. وهنا غنوقف عند واحد النقطة خطيرة كيروجوها عباد الله. تيقول لك بأن السنغال خسرت بشكل نهائي. السنغال باي باي الكاس علاش؟ لان ما عندهاش حق تمشي للطاس. علاش ما عندهاش حق تمشي للطاس؟ هي الطاس هي محكمه التحكيم الدوليه، مزيان. قال لك ما عندهاش الحق تمشي للطاس لانها ما طعنتش في القرار الابتدائي. والماده 47 في القانون ديال الطاس كتقول لك خصك تدوز جميع المراحل المسترعى عاد جا لعندي. كي غندير بحال هكا نتفاعلوا مع هذا النوع من الهضره، لقيتها بزاف منتشره. واخا يكون الانسان ما عمره ما عارف هذا الشيء، ما خصش فهم يقولوا. هاد الهضره تقال على المغرب فوكاش. المغرب منين جيت انايا الكاف حكمت لفائده السنغال في الجوله الابتدائيه. المغرب اش دار؟ ما مشاش دار الطعن وصل للسيناف، مشى ديريكت طلع الطاس. شحال تقول له الطاس؟ المغرب اسمح لنا خسرتي. علاش؟ كان عليك دير الطعن وسط الجوله السينافيه عندك في الكاف، عاد جا عندي. هذه وي هذه معقوله. المغرب راه دار الابتدائي ومشى استانف. السنغال علاش غطعن في الابتدائي؟ واش عمرك مشي شي واحد كيطعن شي قرار اللي فايته؟ عجبني القرار، عجبني. ما معنى غنطعن؟ انا غير راضي على القرار وانا راضي عليه. الكاف حكمت لي فائدتي انا السنغال، انا راضي. علاش غنطعن؟ ولكن انا رانا باقي وسط المسطره حاضر فيها. عن طريق من؟ عن طريق الطاعن اللي هو المغرب. اذا انا كاين في الاستئناف. ملي غنخسر نمشي معاك النقد. تصوروا خصك تبقى تفسر هذا الشيء للبشر. حنا في المغرب اليوم الا حكمت لك محكمه الاستئناف دابا وما عجبكش ابتدائي مشيتي للاستئناف، انا في حكم السلم ما نمشيش للامم المتحده مثلا، خصني حتى لمحكمه النقد. لان القضاء الدولي اش كيقول لك؟ بلاتي واش استنفتي محكمه النقد عاد جا لعندي. نفس العمليه كاينه في الكره ببساطه شديده. السنغال ما غاداش تطعن لان القرار كان لفائدتها ببساطه شديده. دابا السؤال الجوهري نرجع له مره اخرى، هل فزنا بالقجع ام فزنا بالقانون؟ واش فزنا لان عدد من عباد الله القجع 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 القجع، وهذا كيهلكنا. هذا كيعطي فرصه للجزائر. السؤال، واش حنا فزنا بالقانون ولا فزنا بالقجع؟ تصوروا خوتي المغاربه ببساطه شديده جدا، وقلناها في ابانه اللي كيتبع الحلقات ديالي. سمعوا خوتي المغاربه، واش فزنا بالقانون ولا فزنا بالقجع؟ ماذا تقول الماده اللي بغيتوا؟ نبداو بالماده 82 هي اللي ربحت المغرب. لاي سبب كان. شو العباره؟ لاي سبب كان. دابا القصه شنو هي؟ هو ان اللاعبين ديال السنغال غادروا الملعب، ياك هذا هو الاصل، مزيان. الماده 82 من القانون ديال الكاف، لاي سبب كان انسحب فريق من المنافسه، اما انسحبتي من المنافسه او لم يحضر، ما جاش واحد مثلا نهار اللي المغرب يلعب مع السنغال، تصور ما جاش كاع، بقى جالس في طنجه، عطيتكم عام 200. او لا اعلن انني انسحبت، علاش ما عرف. او كاين الحاله الثانيه ما جاش، فين هو السنغال؟ راه في طنجه، المغرب راه هو جالس كيتسنى، الجمهور كاينه، اذا هذا لم يحضر. او رفض اللعب. شنو هي الحاله الثالثه؟ ما معنى رفض اللعب؟ جاء السنغال، الحكم ها هو، اللاعبين ها هما، كل شيء بخير، صفر الحكم، لعبوا ما بغاوش يلعبوا. ها الحاله الثالثه، كاينين حاضرين ما انسحبوش ولكن ما بغاوش يلعبوا. كاين الحاله الرابعه، او غادر ارضيه الميدان، هي الحاله اللي كتنطبق على السنغاليين قبل نهايه الوقت قانون المباراه دون اذن من الحكم، فسيعتبر خاسرا وسيقصى نهائيا من المنافسه الجاريه، وينطبق الامر نفسه على الفرق التي تم اقصاؤها مسبقا. شنو عندنا خوتي المغاربه؟ عندنا السنغال كاينه، غادرت الملعب. هالمغادره الشرط الثالث دون اذن. واش الحكم قال لهم سيروا بحالكم؟ لا، ما قال لهمش. اذا هادو غادروا دون اذن وبشكل طوعي وبشكل تلقائي، وفي غياب القوه القاهره اللي هي من القواعد العامه. شنو هي القوه القاهره؟ مثلا جالسين كيلعبوا واحد اللحظه الجراد هجم على الملعب، مشاو للفيستير، هذه كتسمى القوه القاهره خارج ارادتهم. كيلعبوا في شي دوله في الادغال وهجموا عليهم النموره والسبوعه، ما عرفتش ملي خرجوا من تحت الارض وخواو الملعب، هذه هي القوه القاهره. او مثلا جات شي فيضانات، شي حاجه ما عرف كيف دايره، هبطوا لهم الجمهور وخواو، هذه كتسمى ما معنى قوه قاهره خارج ارادتهم. هادو خرجوا بارادتهم، هادو تمردوا على قرار حكم وخرجوا دون اذن الحكم، ولم يكتفوا بالخروج. انا غنرجع للمواد، نمشيو نشوف المشهد ديال الخروج. مشاو للفيسير، قدر يقول لك هذاك احتجاج ورجعوا، لا ماشي احتجاج، هذا انسان غادر رقعه الملعب، وماشي احتج بمحيط الملعب او داخل الملعب، لا، مشى للفيستير. شوفوا المشهد، شوف هذا مشهد مهم بزاف. مشاو للفيستير، اذا اصبحوا في عداد المغادرين. شوفوا المشهد. اذا حنا فين هنا؟ حنا في القانون. فين هو القجع؟ واش القجع فنان شد شي؟ واش عندنا شي تاويل اللي نص؟ واش عندنا شي اجتهاد؟
وحنا رابحين بالقانون، الماده 82 واضحه، او غادر الملعب، هادو غادروا. وهنا المشرع ما قالكش 5 دقائق ولا 4، مغادره مؤقته او لا نهائيه، اختار اللي بغيتي، لانك غادرتي دون اذن المشرع، ذلك اذن ديالهم. شوف هما غادروا، ها شوف هما داخلين، شوف كلشي دخل، غادروا، غادروا. ها انتم شوف، ها مشهد اخر نعطيه لكم من زاويه اخرى. ها هو المدرب تيقول لهم دخلوا، ها الحارس تيقول لهم صافي، اذا غادروا الملعب. ها نص القانون. شوف شو الجول كيدير، شو الجول سالينا، يعني النهايه بديك الحركه. فين غيمشي للفيستير. شوف هما داخل الفيستير، هذه اللقطه اللي واعره. غادروا الملعب، ما بقاوش في الميدان ولا في محيط الميدان. مزيان، اذا غادروا الملعب، الماده واضحه، غادروا الملعب، ماشي الكاف ولا القجع، راه النص واضح. ها انتم، ها ما وصل الفيستير كاع دخلوه، شوف علقوا التونيات، علقوا، شوف دخلوا، سالاو بشكل نهائي. دخلوا للغرفه ديال تغيير الملابس، ما بقيتيش في الملعب. هذه هي مفهوم ديال المغادره. دابا نرجع معكم للقانون ونقراوه شويه ونشوفوا هذاك الدكتور يا حسره اللي عنده فرصه قانونيه يشرح ويقول خاصنا حنا نقولوا للعالم المغاربه يفوزون بجدارة والصياغه، يفوزون باللعب النظيف ويفوزون بالقانون. هذا اللي قال لهم نفوز بالبلطجه. شوف، وحنا عندنا القانون، نصاوبكم ما كانش عندنا القانون. نقرا لكم ماده مره اخرى. سمعوا المغاربه، لاي سبب كان، اي سبب قال لك المشرع، لاحظوا الكلمه، لاي سبب انسحب فريق من المنافسه او لم يحضر الى المباراه، انسحب، ما جاش، هذا جا، رفض اللعب، ها هو كاين، او غادر ارضيه الميدان قبل نهايه الوقت القانوني. واش السنغال غادرت ارضيه الميدان ولا لا؟ ما معنى غادر؟ ربحنا، فين هو القجع؟ علاش غنجيب انا التصاور ديال ترامب وانا عندي القانون اللي فائتي، وانا عندي جزائر كتصور لي النفوذ وانا كنفوز عبر القوالب وبالغابه، وانا عندي النص. تصور انت رجل قانون، عوض ما تشد النص وتسكت الجزائر وتسكت العالم، مشيتي كتغدي روايه الجزائر، راه انا كنفوز، وداير التصويره ديال ترامب. شوف 4 الحالات، اما كتنسحب، اما كترفض تلعب، اما كتغيب، اما كتغادر. شنو الماده 83؟ اي فريق لا يتقدم الى ارضيه الميدان بلباس اللعب في الوقت المحدد لانطلاق المباراه او على اقصى تقدير. الحاله الثانيه ما جاش، مثلا لو ان السنغال ما جاتش من طنجه، عندهم الفندق، اش كيدير الحكم؟ عنده 15 دقيقه بالضبط كيبقى يتسنى، كيسيف لي انتهى النقاش. الحاله ديال ما جاش، الغياب. الماده 84، الفريق الذي يخالف مقتضيات 82، الفريق اللي خالف مقتضى المغادره، الفريق اللي هبط الفيستير غادر، اش كيقول لك المشرع سيتم اقصاؤه نهائيا من المنافسه ويعتبر خاسر المباراه ب 3-0. دابا شحال عطاتنا الكاف؟ 3-0. شوف كثره العباده للقجع، ولا كيقول لك واحد للجزائر وواحد لمصر وواحد للسنغال، وكان القانون ما فيهش 3-0، وراه القانون حاط 3-0 ولكن الناس ما كتقراش. ها علاش غلبنا الشخص ملي كتغيب الثقافه والقى، غلبنا الشخص على القانون. تصور عندنا القانون وخصنا نحاجوا بالقانون، كيسحبنا القجع هو ذاك الواعر، هو راه على القانون، راه ما عندهم ما يديروا. علاش فشلنا ابتدائيا؟ لان رئيس اللجنه السنغالي صافي، والتعليل ما عندوش، وراه كنا رابحين مليار في المية. وهنا غنمشي لواحد الفكره، فين هو المغرب باع الماتش؟ المغرب باع، عقلت هو المغاربه كانت اتهامات اللي قالوا ابراهيم زياش ضيع الماتش، وقالوا الاخر ضيع، وتفاهموا وشحال عينا. وانا نقدر نقولها لكم والله بمنتهى المسؤوليه، انا ما عنديش دليل، ولكن دابا بدات كتبان لي الرؤيه. انا اعتقد كاين خبراء في الديوان الملكي، في المؤسسه الملكيه، كانوا اذكياء، وهذا الشيء علاش ما بغاوش الصداع، وهذا الشيء علاش جا البلاغ ديال الديوان الملكي ما داروش القجع. هنا كنقول هاد العبادين ديال القجع مع احترامي له، مشروع الكره في المغرب والنهضه مشروع ملكي ماشي مشروع القجع. واش القجع اللي دار البلاغ ولا داروا الديوان الملكي؟ ها انتم قارينه واعره، شكون اللي خرج البلاغ تيقول لهم كذا وكذا وكيكالمي الاجواء مع السنغال وكذا؟ البلاغ دابا عاد فهمتوا، كان البلاغ عارف ان هذه النتيجه غنربحوا في الكاف، لان اي واحد يدير القراءه الماده ماشي تكهنات، باينه المغرب رابح، لانه غادرتي دخلتي الفيستيار، سالا معك النقاش ببساطه شديده. الماده واضحه، او غادر ارضيه الملعب، انت مشيتي من الملعب ما بقيتيش.
شكون اللي حاسب؟ يقدر واحد يقول لك كان يحسب، لا ما يحسبش داك الشيء. ملي كيساليو الحكم كيدير التقرير ديالو، كاينه مندوب ديال الكاف كيدير التقرير، وعاد كاينه لجان كيديروا التقرير. هذاك الجوده الابتدائيه حيت لانه رئيس ديال السنغال ما تعاملش مع الوثائق بجديه، كان منحاز. اكيد واكيد جدا ان الحكم واخا كيكمل الماتش راه كيدير التقرير، وفي التقرير واخا ما يحكمش كيقول في التقرير، لانه في التقرير خصو يقول ها كيفاش جرات المباراه، انسحب فلان، مشى فلان، ها فين وصلت. المندوب ديال المندوب حتى هو كيدير واحد التقرير. المندوب اش كيدير؟ كيدير واحد التقرير كيرصد السلوك ديال الناس، سلوك اللاعبين، سلوك الجماهير، سلوك حتى الحكم. وفي هذاك الرصد اللي دار داك المندوب اش وقع، راه الناس مشاو للفيستير اكثر من الفيديو. والوثائق ديال المندوب وديال التقرير ديال المندوب ديال الكره والتقرير ديال اللجنه ديال الكاف زائد التقرير ديال الحكم هما الحاسمين. اذا منين طاح الملف في اللجنه الاستئنافيه عند لجنه محايده، ماشي حيت القجع عطاوه شي حاجه لا يستحقها، والقانون ما عندهم كيديروا لها، لانهم خرجوا الفيستير اللاعبين، غادروا الملعب، اصبحوا في خصومه مع الماده 82، اوقعوا انفسهم تحت طائله هذه الماده. ما عندك كيفاش دير لها، ما عدا جبتي شي حكم جزائري ولا الحكم يكون من ديك الدوله اللي هو رئيس، لحقاش رئيس ديال السنغال، رئيس اللجنه سنغالي ما يحكمش ضد بلادو، ولكن ملي جا الملف الاستئنافي سال النقاش. وبالنتيجه ربما ان الديوان الملكي كان عارف هذا المسار ديال هذه القضيه غيكون بهذه النهايه، لهذا خرج ذاك البلاغ بتلك الطريقه. اذا الامر لا يتعلق بفوزي القجع. فوزي القجع يحب الكره، له مساهمات في الكره نحترمه، ولكن هذه العمليه ديال اختزال كل شيء، انتم تقدمون فرصه ذهبيه، كادو فابور كتعطيه الجزائر، لان الجزائر كتحاول تنال من المغرب محاوله ديال تصوير الانجازات ديال المغرب غير رشوه وغير واحد السي سميتو القجع عنده الفلوس وكيشري اللجان وكيشري والقانون في صالحنا وحنا كنغديو هذا الشيء. نقطه اخرى دابا حنا ربحنا مع الترجي والوداد، فين ربحنا؟ ولا الكاس عند الترجي ياك، وفين هو النفوذ ديال القجع؟ وكون جبتي لنا الكاس ديال مع الترجي، واخا القجع هو اللي عطى الكاس سميتها تونس من لعبت مع الراس الاخضر، شكون اللي على النتيجه اللي كان هو الراس الاخضر، ومنين طعنت تونس فازت تونس. واخا ليبيا مع نيجيريا 2018 شكون اللي كان رابح؟ كانت رابحه سميتو ليبيا، ومنين طعنت نيجيريا لان دخلت واحد اللاعب موقوف. زيد شحال من حاله نعطيكم كاينه بزاف، نيجيريا وتونس 2014 كاينه حالات بزاف. النتيجه في الميدان كتكون يعلن عن النتيجه ومن بعد كيبقى الطعن. واش فوزي القجع هو اللي نجح نيجيريا نجح تونس؟ واش فوزي القجع؟ يعني باش تعرف بان عندنا مشكل ديال الشخصنه، عندنا مشكل ديال الثقافه، وماشي تما الخطر. راه ما كنقولش انا هاد الخينا هذا فقط على انه تيخدم الاجنده ديال حكا راه ترامب بلطاجي، ماشي كيسون بلطاجي. استطيع ان افعل اي شيء بالكاف وانت عندك القانون. تصور كون كان كيقرا القانون ما قاريش، هو ما كيعرفش بان الغرامه قانون جنائي، هو ما كيعرفش حالات الدفاع الشرعي على مدوره. هذا دكتور كيقرب كيأطر الناس تيجلس معاه، هذا وكتلقاه هو ودوك الاساتذه الاخرين اللي كيعيط لهم. هذا عيط لواحد، هذا قال لك عيط لمنار سليمي، ومنار سليمي عيط لواحد الاستاذ اخر تيقول له راه قال لي المهداوي ما ينجحش. هذا ومنار سليمي الان والله ما وضح ما هذا مشى عند جواد النوحي تيقول له فلان ما يدوش وساك. شنو زعما هذا الشيء ما فيه لا توضيح لا والو؟ شنو زعما خليه يطوي النسيان؟ دابا نساو الناس كاين شي ما خطر من هذا الشيء. هذا مشى عند منار سليمي. الراوي تيقول الشاهد تيقول لك جا عند منار سليمي، ومنار سليمي مشى عند واحد الاستاذ. وهذا مشى عند جواد النوحي تيقول له فلان ما ينجحش. ماشي ما ينجحش، خلي دابا اللجنه هذيك سلطه تقديريه، بالها سيدي ما تنجحش ما ناقشوش اللجنه هذيك السلطه التقديريه ديالها الله يخليها ولا عندك شروط. واحد اللي بغى يدوز يكون عنده نضاضر مثلا، اللي بغى يدوز خص يكون عنده نضاضر، وانت جبتي نضاضر بحال اللي غيدوز لا. وعلاش؟ واخا راه عنده نضاضر، قلتي لنا الشروط يكون عنده نضاضر وهاز ستيلو بحال هكا، انت عندك نضاضر وهاز ستيلو، هذه كنهضر انا هنا. اما مشي تدوز ما عرفتش يجاوب ماشي مشكل، لا عندك نضاضر وعندك ستيلو، الشروط كاينه وما تنجحش. وغدا تقول على ايران ما ايران وتهضر على ايران وامريكا في الدروس
وانت ملي كتسقط بنادم وكتدخل في بنادم عند جداره وسعق سقطو وتهضر على ايران دخلت قاصت لنا. شو الفرق بينك وبين ايران اللي قاصت الوحده الترابي؟ تهضر على الاجرام. شو بنادم على تناقض كنعيشوا في هذه البلاد. شوف على نفاق تنعيشوا في هذا المغرب. شوف وكيهضر بوجه احمر تيناقش وتيكتب ما قدرش يوضح ولا ينفي. قدرش ينفي الله ما يقدر حيت عارفني عند رقمه بوسائل الاثبات اللي عندي. انا راه كاع ما خرجت وسائل الاثبات وما عارف انا. الله تنضلقمك الله تنوصل معاك ما عرفتي فين الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. تعرف داك الملف النووي ديالنا نناقشوا انا وياك ملفي تما كتهضروا ودابا شنو كاتب على الجزائر مع كامل الاسف. خوتي المغاربه نختم هذه الحلقه بجوج الحوايج. اولا مناشده ليكم الناس اللي كيتبعوا القناه رجاءنا المغاربه رجاء راه حنا ضيعنا بزاف د الحوايج. راه هاد البلاد والله خوتي المغاربه الى هاد البلاد زينه وغزاله واحسن ما فيها هو النعمه ديال الاستقرار. اروع ما كاين. ها هي دابا الامارات شحال ديال الثروات عندها الخيرات. شوف 40 عام وهي كتبني 18 يوم شوف كي ولات الامارات. الحمد لله على هذه البلاد السعيده وكل الشكر اللي كيساهموا في الامن والاستقرار هذه البلاد كاملين. ما نقولش غير المؤسسه الملكيه ومن يعاضدها ومن يساعدها ومن ينفذ اوامرها. النعمه ديال الاستقرار. شي المشاكل الاخرى واخا تشوفونا كنهضر انا هكا هذا الشيء ديال اللجنه والطاقه سيدي يحكموا علينا 150 مليون و150 مليار وهذا الشيء الزلزال خايب والفيضانات خايبه بصح وهذا الشيء ديال التدخل في القضاء مثلا خايب وهذا ايش الشيطان خايب ولكن تتعيا الدور كتقول اللهم لك الحمد على هذه الدوله وعلى هذه البلاد لان نعمه. الشيء الاخر كله غنعالجوه ونتقاتلوا فيه. اللي ما حليناها دابا غنحلوها في وقف مع حكومه اخرى واللي حليناها مع هذا الوكيل العام غنحلوها مع وكيل عام اخر واللي ما حلينا مع رئيس الجامعه نحلوها مع رئيس جامعه اخر. الحمد لله. ولكن اللي ما نقدروا نحلوها لا مع هذا لا مع الاخر هي الفتنه هي البلباله هي ملي كيولي الدم يدي الدم. والحمد لله ما عندناش هاد الشروط لجوج الاعتبارات. عندنا دوله على الصعيد الامني والشرعيه قويه وعندنا شعب واعي بهذا الشيء شعب غزال بهذا الشيء. ولكن ملي كنهضر بهذه الطريقه كيبقى فيا الحال ملي كيكون عندنا كنعطلوا راسنا بحال هذا النوع من الافكار ديال شخصنا. رجاء انا خوتي المغاربه ابتعدوا عن الشخصنه. امنوا بالقانون. الشخص يحترم. كنلقى تدوينات القجع انا والله احترم القجع وسبق لي قلت كلمه فيه طيبه رغم انهم كيشدوا الكلام ويقطعوا. هذاك هو الاصل. نقدر نقول فيك اليوم خايب انت خايب خدمتي زوين نقول زوين. مع هذا العالم الرقمي هما كيبقاو يشدونا كيشد شي كلمه قديمه وسوديها مع كذا وقال على بالكيران وقال واحد الوقت على القجع وقال كيديروا واحد النوع ديال المونتاج لانهم عازتوا من الحجه فحشرنا في الزاويه حقاش بقينا مستقلين رغم كل الضربات المتتاليه. فرجاء انا خوتي المغاربه لكم مناشده جوج الحوايج. ابتعدوا عن الشخصنه. راه ربحنا بالقانون ماشي بالقجع وقوتنا اننا نقولوا ربحنا بالقجع. ما تتبعوش هذا السيد هذا خوتي المغاربه. شي القجع وصور لي القجع حيت الانسان فاني غادي بحالاته. والقجع كون ينجح في الماليه. واش الماليه ديالنا ربح؟ شوفوا مكتوب مكلفش في الماليه. نجح في الكره انه كيبغي الكره ايه مزيان في الكره ولكن فاشل القجع في التدبير المالي. شوفوا الماليه ديال القطاع المالي ما رجعش لهذا الشيء. اذا انتبهوا المغاربه لهذه الشخصنه ولهذه العمليه ديال العباده ديال الشخص. حنا ربحنا الكاف وربحناه بالقانون. الماده 82 واضحه. اربعه الحالات اما كتنسحب اما كترفض تلعب اما كتغيب اما جيتي وغادرتي الملعب. الحاله اللي كتنسحب علينا هو غادر الملعب دون اذن الحكم. الحكم ما عطاش الاذن باش يغادر. والماده 82 ما قيدتناش بزمان 5 هبطتي الفيسير سال النقاش والله وخا يمشيو للطاس الكاس مغربي غادروا خالفوا القواعد القانونيه. ربحنا في الماده عندنا ربحناها بالماده 82. هذا هو الاصل اللي خصنا نشدوا فيه. واحد تيقول لا واخا يمشيو ماشي غير الطاس واخا يمشيو للعالم غير رجعوا للماده 82. القانون لصالح المغرب. والحمد لله. اخر نقطه هو هذا القرار ديال الدعم ديال الشاحنات. كان خصو حلقه في الحقيقه. هذا القرار كيحسب كيضحكوا علينا هاد الحكومه. دابا انت كتزيد 2 درهم في المازوت وكتجي وكتخرج بحال هاد الاخبار. الدعم منين جبتيه؟ فلوسك اخنوش ديال الصفريوي ديال من ديال بن سعيد ديك الفلوس اللي عنده ديال شكون؟ هاد الكلمه ديال الدعم كيصحابكم داروا فينا خير. منين جبتي الدعم؟ من المال العام. امشي مع كل عام عندكم هذا الحل الدعم ومنين زيتو يقليه هو غلى عليه وغيولي. ومنين كتجيب انت فلوس الدعم؟ من المال العام. منين كتجيبها؟ من الضرائب المزاليط. كتغلي عليه بالتيفيه وتغلي عليه بالضريبه على الاستهلاك والضريبه على كذا وكيولي يقول لك الدعم. فيما تجي شي حاجه ما نعيدوش هذا العام الحولي الحكومه تخص الدعم. وانت المغربي كتعرف الحكومه راه خدامه وراه ما كاين لا خدمه لا والو. جيب لي الفلوس بشي طريقه اخرى. دير لي شي صناعه
سير جيب لي شي استثمارات دوليه، دير لي شي شراكه مع شي دوله تساهم، جيب لي شي منحه من عند شي دوله فيها الملاير بالتحركات ديالك. وجهك جاب لينا شي 400 مليار من عند سنغافوره. هاد الوجه اللي عندكم سيروا لفنزويلا جيبوا لنا شي 5 مليون ديال البرميل، سيروا لروسيا جيبوا لنا المازوت. هذا هو كيتسمى الحكم. بلان دار اش دار بحال القجع دابا. اش دار؟ الماده 82 واضحه يقول القجع. دابا المال العام الضريبه وكيقول لك الحكومه دعمت. اش دعمت؟ فلوس هذيك ديالنا. اش ندعم مع التخربيقه هذه؟ واخا ودعمتي الفراقشيه طفرناه في اللحم، بقى اللحم هو اللحم وبقاو عباد الله هما عباد الله. شنو هو؟ واخا وشكون كدعم دابا في هذا الموين الشحي؟ عاد ديالكم عندهم شركات كاع بعضياتهم. سير دعم لي الفقراء نيشان، ودعم لي المحطات الوقود كاع اللي كيبيعوا، هادو اللي كيبيعوا سير دعمهم ديريكت منك المحطه. اش كتدخل لينا هاد الموين الكاميونات والشاحنات؟ هما شكون اللي عندهم شركات الشاحن؟ هما نيت. شوف في كل الازمات كيستافدوا. عاد تجار الازمات استافدوا في الحولي، استافدوا في البترول، استافدوا فاخوتي المغاربه كونوا على بال من هذه الشطحات الحكوميه التي لا يمكن ان تنطلي الا على قصارى العقول. عظيم الشكر على انتباهكم خوتي المغاربه، والى اللقاء.